السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اورو مغرب مباشرة من القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في برشلونة. نقدم لكم تغطية مباشرة خاصة للوقفة الاحتجاجية عن المقتل الشباب المغاربة تعقد في هذه الأثناء من أمام، وذلك احتجاجا على الحادث المأساوي الذي شاهدناه مؤخرا، حيث تم إطلاق النار على شباب عازل من قبل البحرية الجزائرية. ستتضمن هذه التغطية البث المباشر لمظاهرة الاحتجاج ولقاءات مع المشاركين والنشطاء. سنسلط الضوء على التفاصيل المتعلقة بالحدث ومطالبة المحتجين، وسنبث آراء المتعددة لفهم الوضع بشكل أعمق. كده بقوا معنا باش نشوفوا المظاهرة الذي ندير المغاربة هنا في برشلونة أمام القنصلية الجزائرية باش نطلبوا الحقوق ديال الخوتنا المغاربة اللي قتلوا في الجزائر. هنا نخليكم بقوا مع الريبورتاج، من بعد نرجعوا معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للشهداء إثر زلزال أمس ببعض المناطق المغربية، فالرحمة والمغفرة لهم. ونحن هنا، هذه رسالة إلى الضمائر الحية، إلى الجارة الجزائر، إلى مسيرين النظام الجزائري. نناشدكم ونندد بقوة على العمل الشنيع الذي ارتكبتموه في حق شابين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية والمغربية. إذا نحن هنا من أجل وقفة سلمية. نحن لا نكره الشعب الجزائري. نحن هنا نندد وأشد على يديكم بأن تسلموننا جثة الضحية الثاني. وفي من قواعد الإسلام إكرام الميت، دفن الميت إكرامه. لقد وصى الرسول صلى الله عليه وسلم، وصانا أول توصية بحسن الجار. فأي جارة أنت أيتها الأرض؟ فأي جارة تريدين أن تشتتي العائلات والأبرياء؟ فلهذا هذا التصرف الشنيع هذا يصنف في الإرهاب. إنه إرهاب. كفانا. أنسيتم يا الجار الجزائر، أنسيتم فضل المغرب عليكم، أنسيتم. فلن نتنازل من هذا المنبر ولو من ذرة من صحرائنا المغربية، وستبقى مغربية ودائما تحت الشعار الخالد: الله، الوطن، الملك. مرة أخرى راك لاباس بخير؟ كل شيء لاباس؟ تقدر تقدمنا راسك شي جمعية ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي حسن الشحري، من اعضاء المكونه قائم على هذه الوقفه، متخصص في الوساطه وفض النزاعات هنا باسبانيا. اليوم جينا كمجتمع مدني وكذلك مغاربه من اجل تظاهر امام القنصليه الجزائريه بسبب الخرق السافر اللي داروا في قتل الضحايا عبد العالي وبلال والمعتقل اسماعيل. فاحنا جينا نعبروا بطبيعه الحال بطريقه سلميه، وتنستنكروا هذا الفعل الجرمي اللي قاموا به الكبرانات الجزائريه، وتنتمناو ان الشعب الجزائري حتى هو يكون على وعي، وحتى هو يساندنا في هذا الامر، بان الروح البريئه وبان الناس العزل لا يجب ان يقتلوا بهذه الطريقه حتى تستمر العلاقه الاخويه. الأستاذ، ما هي أهم المطالبات التي يسعى المحتجون للتحقيق من خلال هذه الوقفة؟ أولا تحقيق حقيقي في هذا الجرم هذا، يعني خصنا واحد تحقيق فيه ويكون فيه نتيجة علاش دار هذا الفعل الجرمي وشكون اللي كان مسؤول عليه. هذا المطلب الأول. المطلب المهم اللي تنتقاسموه مع الأسر هو أولا استرجاع الجثة ديال الضحية الثانية، ثم الإفراج على الضحية الثالث وهو اسماعيل.
الاستاذ كيفاش كتشوف؟ شفنا هذا الشيء دار الاشهار بزاف وكل شيء، علاش اليوم ما حضروش المغاربه ديالنا باش نديروا اليد في اليد باش نعاونوا هذوك الناس اللي قتلوا في المغرب؟ كيفاش شفنا ما كاينش بزاف ديال الناس؟ علاء، هو في الحقيقه كاين جوج الاسباب. السبب الاول هو ان جاء تقريبا نفس الوقت ديال الزلزال ديال البارح في الليل، وبزاف ديال الناس تاثروا بهذا الحدث، وكاين اللي كان عندهم اسر ديالهم في المغرب يعني تاذاو، وبالتالي كان بزاف الناس ما قدوش يجيو. الامر الثاني هو هذه الوقفه هذه تنشوفها انها انطلاقه جمع الشتات ديال العمل الجمعوي في كاتالونيا، وانا تيبان لي بان هذا العدد اللي حضر ان شاء الله فيه الكفايه، لان الميساج او وصل للقنصليه والمسؤولين او القنصليه، لان هي الممثل الرسمي ديال الكبرانات هنايا في اسبانيا، وتنتمناو بان في لقاءات اخرى ومطالب اخرى انهم الناس يحضروا جمعيات تكون باكثر يعني بحضور يكون قوي وبطبيعه الحال وبيكون بفاعليه. شكرا، الله يحفظك، كنشكرك بزاف على هذا. مرحبا، كذلك كنشكر الموقع ديالكم على اولا اثاره هذه المواضيع هذا عبر القنوات وعبر المواقع، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. على إثر الحادثة الأليمة التي شهدتها الحدود البحرية بين المغرب والجزائر، والتي تسببت في مقتل شابين من أبناء الجالية المغربية بأوروبا على يد حرس السواحل الجزائرية بالمنطقة الحدودية باستخدام الرصاص الحي تجاه مواطنين عزل، جاءت هذه الوقفة التي نظمتها مجموعة من الهيئات المدنية لهذه الواقعة الخطيرة، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والدولي ما يلي: نتقدم نحن مغاربة إسبانيا خاصة ومغاربة العالم عامة بأحر التعازي وصادق المواساة القلبية إلى ذوي الأسر المكلومة. التأكيد على أن هذه الحادثة جريمة قتل مقصودة وانتهاكا للحق في الحياة ومسا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية كافة. سلامة اختي فاطمه، كي راك؟ لاباس بخير؟ كلشي لاباس؟ كالجمعيه اليد ايادي فاطمه اليوم هنا في هذه المانيفستاسيون، كيف ترى تاثير هذا الحدث على المجتمع المحلي والعلاقات الاقليميه؟ السلام عليكم اخي الكريم. كرئيسه جمعيه ايادي فاطمه ضمنت فوق 45 جمعيه على قبل هذه الفاجعه اللي وقعت، لان قطر الروح بيد الله سبحانه وتعالى هو اللي يتحكم فيها، وضمننا احنا كتضامن انساني ماشي سياسي، انساني 100%، من اجل يعني ارجاع الجثه السيد اللي مات، تعطيه السلطات الجزائريه السلطات المغربيه باش دفنوه، ان من قوانين الاسلام اكرام الميت دفنوه، وكنطالبوا بالعداله، لان احنا والجزائر اخوه بحكم التاريخ، بحكم القاره، بحكم الموقع الجغرافي، بحكم التقاليد، كل شيء. يعني هذه الفاجعه اللي وقعت تاثرنا فيها بزاف، وكون كانوا اقولها واعيها كون المغاربه اللي قتلوا جزائريين كنا غادي نوقفوا مع الجزائريين، لان احنا ضد العنف ضد القتل. واخواننا الجزائريين يعني تكلمت معهم قال لك احنا خالتي فاطمه خاطئنا السياسه، يعني احنا حتى هما ما راضيينش بهذا الشيء اللي وقع، لان القتل ما كيبغي حتى شي واحد. وبهذه المناسبه كنعزيو جميع عائلتي في إيكروف الله في الشلوح اللي ماتوا، كنعزيو جميع المغاربه الضحايا فداويهم وعائلاتهم واحبابهم من هذه الفاجعه ديال الزلزال، تاثرنا فيها بزاف، وانا لله وانا اليه راجعون. اختي فاطمه، قالوا لنا راه من 632 كانت في الصباح ديال هذا الشيء ديال الزلزال، دابا وصلت 900 ديال الجثه اللي ماتوا مساكين. كاينين يعني هما قالوا 900 ولكن هي 100% اكثر، لان واحد الدوار في الشلوح عندنا يعني محبوسه الطريق، باقي ما عارفين حتى شحال من واحد مات،
وهذا يؤسف، لان حتى واحد ما قادر يدير حاجه ملي كتكون طريق محبوسه. راه لا اله الا الله، يعني خاص السلطات تحرك، يجيو طيارات، الله يجبدوا الناس من تحت الانقاض، باقا الناس مختفيه تحت الانقاض. نتمنوا من الله يفرج عليهم، واللي مات الله يرحمه ويجعله من الشهداء والصديقين والنبيين. باش يعرفوا حتى حنايا الجاليه رانا حنايا معاهم، وكنطلبوهم ان شاء الله الصبر، واللي مات الله يرحمه ان شاء الله. وان شاء الله بحول الله، يعني كرئيسه جمعيه، وغنطلبوا من جميع الجمعيات باش نضامنوا كيف ضامنت تركيا في الزلزال، فاجعه الزلزال ديالها. يعني نشوف واش نقدروا نديروا، لا كان شي اكل، لا كان شي ادويه، لا كان الدم، نقدروا نوصلوه للمغرب على راس العين. اي واحد بغى يتضامن مرحبا به، الباب مفتوح للجميع. شكرا اختي فاطمه، الله يحفظك. دائما انت كتوقفي في هذا الشيء، كنشكرك بزاف. شكرا جزيلا اخي. نتوما هما الصحافه اللي كتوصلوا الصوت والصوره، حنا يعني نعمل، ولولا الصحافه لما وصل الصوت والصوره وصل البرنامج كامل. شكرا جزيلا على التغطيه وعلى الحضور، شكرا جزيلا. الأخوي والإسلامي الحقيقي معهم كيف يكون؟ لقد ما مر ما اثنين ما ثلاثة يتم إرجاعهم في خير وسلام، لكنكم أنتم دائما تبحثون أن تصدرون المشاكل الداخلية التي تعانونها مع الشعب الجزائري، والبحث دائما عن عدو خارجي لتغليف مشاكل الشعب الجزائري وتوجيهها إلى أفعال وأعمال ليست هي التي ينادي بها من أجل حياة كريمة وعيش كريم ومتطلبات التي دائما يريدها أن يكون في مستوى أحسن. فتعلمون أيها الكبرانات بأن الجزائر تعتبر دولة غنية بمواردها الطبيعية، لكن شعبها يعاني الفقر، وهذا راجع لأنكم أنتم من تفقرونه ودائما تبحثون له عن عدو خارجي لإلهائه، ولا تجدون إلا المغرب الذي دائما يمد إليكم يد المساعدة، ودائما يمد لكم يد الأخوة التي تجمعنا. وسوف دائما نقولها بأن هذه الوقفة فهي تضامنية واحتجاجية على الكبرانات وليس على الشعب الجزائري. الشعب الجزائري والشعب المغربي فهم واحدين أبدا حتى نهاية الدار إن شاء الله. تعاليم الإسلام التي نحن كجميع المسلمين إكرام الميت هو دفنه. Queremos justicia para los muertos. Queremos justicia para los asesinados. اختي نصيرة، كي راك لاباس؟ بخير؟ كلشي لاباس؟ الحمد والشكر لله يا رب. نحن هنا من أجل وقفة سلمية مساندة للجالية المغربية والمجتمع المدني المقيم بكاتالونيا برشلونة. نندد بالعمل الشنيع والعمل الإرهابي الذي قامت به السلطات البحرية بين الحدود المغربية والجزائرية في حق شابين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية، ولهذا نطالب بتسليمنا الضحية الثانية إلى السلطات المغربية، إلى أهله وذويه. فمن أصول الإسلام إكرام الميت دفنه، ولهذا فنحن نندد ويجب أن يصل صوتنا إلى السلطات العليا لكي يساندوننا في هذا الألم وفي هذا الوجع من طرف الجهات الجزائرية. ولقد وصى الرسول صلى الله عليه وسلم على الجار، ولهذا قبل كل هذا يجمعنا الدين الإسلامي، فنحن مسلمون يجب أن تكون فينا الإنسانية، ولهذا فنحن نطالبكم ونندد بهذا العمل الشنيع الذي حصل في الحدود المغربية الجزائرية. وهذه رسالة إلى الضمائر الحية، إلى الكبرانات الجزائرية، إلى مسيرين النظام الجزائري. أرجوكم ثم أرجوكم أن تسلموننا جثة الضحية الثانية، وكذلك إطلاق سراح المعتقل الثالث. فنحن دولة إسلامية يسودها الحب والأخاء، ولهذا فنحن هنا مع المجتمع، وشكر المجتمع المدني بكاتالونيا، وكذلك تحية خاصة لكل الإعلاميين والصحفيين في مساندتهم لنا في هذه الوقفة السلمية، وشكرا لكم جزيلا.
السلام خويا احمد، كي راك لاباس؟ احمد عميره كتعرفوه كاملين. اليوم انت من المنظمين اللي نظمتوا هذه الوقفه. اشرحنا شويه شنو كنطلبوا القنصليه ديال الجزائر. السلام عليكم سي ابراهيم. هذه ماشي اول مره للاستضافه، ولكن صراحه اليوم واحد الحاله خاصه، وماشي حاله راه حالتين. حنا كنا جينا على حاله ديال جوج ضحايا اللي ماتوا في البحر ديال الجزائر، وحنا جينا نحتجوا على الضحايا من اجل طلق سراح الشخص اللي هما حكموه بواحد الحكم اللي هو عدواني، وفي نفس الوقت الجثه اللي خاصها تسلم للمغرب. وهذا وكان هذا المجتمع المدني وجمعيات كلهم صراحه قال كانت غتكون واحد اكثر من هذا العدد. مع الاسف لان توصلنا بالخبر البارح لحد الان دابا وصلت 800 والصرف ديال الموتى، واللي كنقدموا تعازينا لهاد الناس اللي في المغرب كاملين. وكنا مستريسين البارح، راه الله العظيم حتى واحد ما نعس من اللي في الهجره وسميتو. ومع الاسف حنا هادشي ما بغيناش. ان شاء الله بغينا هاد الناس هادو هما حنا ما عندناش خلافات مع الشعب، ولكن عندنا هاد الجنرالات هاد سميتو اللي كيخلقوا الفتنه مع المغرب. اخويا احمد، كيفاش كتفكر علاش الجزائر ما بغاش تعطي الجثه والولد الاخر المغربي ديالنا خونا داروه 6 شهور ديال الحبس؟ اللي ما فهمناش علاش ما بغاتش تعطينا الجثه ديال خويا ابراهيم. اش نقول لك، العداله دايره واجب ديالها وغادي يكونوا قايمين بالواجب ديالهم. حنايا هنايا الحمد لله غير باش نضامنوا مع هاد الضحايا. واما العداله راه فوق كل شيء ان شاء الله. وان شاء الله المغرب راه ما غيسكت. كما قلت لك حنايا متضامنين مع دوك الناس، وكنهضروا على دوك الناس باش يتسلموا البلاد ديالنا لا الضحيه ولا السيد اللي في السجن. اما العداله فهي فوق كل شيء، والمغرب راه ما غيسمعش في حقه. تبارك الله. شكرا خويا احمد كمنظم ديال هاد الوقفه، وكنشكرك بزاف. شكرا بزاف، تبارك الله عليكم. في هذه المظاهره اللي داروا المغاربه ديالنا باش يطلبوا القنصليه باش يوصل رساله باش يعطيونا الجثه ديال خوتنا المغاربي ويطلقوا خوتنا المغاربي اللي داروه 6 شهور، لان ما شفناش علاش هو الموتيف ديال ما يعطيوش الجثه، خلاوها عندهم. ومهم كيفاش شفتوا اللي حضروا هنا اليوم، ما حضروش بزاف الناس، لان كيفاش قالوا لنا اللي نظموا هاد الوقفه، لان بزاف الناس على هذا الشيء ديال الزلزال في بلادنا في المغرب، وبزاف الناس ما عارفينش. قبل نكمل كنتمنى ان شاء الله الناس اللي في المستشفى اللي في هذا الزلزال ان شاء الله الله يعطيهم الشفاء العاجل، واللي ماتوا كنتمناو لهم الرحمه. والناس اللي دعاوتهم الديور وكل شيء كيفاش قالوا الجمعيات ان شاء الله نديروا شي حاجه حنايا الجاليه معاهم باش نوقفوا معاهم. نتلاقاو ان شاء الله في الحصه القادمه، والى اللقاء.